تقسيط منين؟ من أين تشتريها بالتقسيط؟ من شرطة. تشتريها يعني من تاجر؟ من تاجر بيع سيارات. طيب، لعلي أشرح لك إن شاء الله. يا جماعة الخير، والله أنا أحيانا أحب أن أسترسل في الحوار، لكن إخواننا المتصلين من خارج مصر ومن داخلها أحيانا يزعلوا جامد قوي على عدم ردي على الاتصالات، لكن أحيانا يكون الموضوع يحتاج إلى شرح وتحليل، وده يعني ده موضوع ما يزعلش، مش أكتر. وإن شاء الله أنا ربما بعد الحلقة فيما بعد ذلك، إذا يعني زنقنا في حلقة زي كده، إذا في اتصالات أنسى أتلقاها من الكنترول بعد الهواء، يعني أرد برضو على الناس، ولو إني بيبقى كنترول زحمة ودوشة ودني بتوجعني من كده، بس مش مهم يعني. أخونا أبو محمد، شراء سيارة بالتقسيط هذا أمر جائز، لأن السيارة سلعة، ويجوز لك أن تشتري هذه السيارة من أي حد. إذا أنت اشتريت السيارة، رحت تشتري سيارة من تاجر، فأخبرك التاجر هذا لأن السيارة ثمنها في الكاش كذا وفي التقسيط كذا، هذا جائز باتفاق فيما بينكما. إنما الذي لا يجوز في هذه المسألة هو أنك تشتري سيارة ممن لا يملكها، بمعنى أني رحت للواحد يشتري لك السيارة وبعدين انت تديله هو الفلوس لأني ما معكش. هذه صورة نهى عنها الإسلام، وهذه صورة من صور الربا، لأنك بذلك ما اشتريت منه سلعة، إنما اشتريت منه مال، نقود. وعلى هذا أنا أعتقد أنه إذا كان لديكم شراء السيارة من تاجر بهذه الكيفية فلا بأس، يجوز لك أن تشتريها بالتقسيط، والله أعلم. معنا مين؟ طيب، اتفضل هات يا سيد. أعود إلى حديثي عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. أنا جبت لكم مثال زواجه من خديجة، مثال زواجه وقعد معها 15 سنة وكانت أكبر منه في السن، مثال زواج النبي عليه الصلاة والسلام من سودة بنت زمعة أكبر منه ب 15 سنة، أيضا كان عندها 66 سنة لما تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام. زواجه من عائشة وحفصة وظروف هذه الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وقصة زواجها، وهذا الزواج كان له واقع الأثر على مين؟ على ناس في الأمة كثيرين جدا. كمان زواجه من أم حبيبة التي لاقت وعانت كثيرا من إيذاء أبوها وأخوها، ومع ذلك أصرت على دينها وتنصر زوجها وأصرت على دين أي قوة. هذه ده إيه؟ ده حاجة، يعني دي حاجة قوية جدا. السيدة جويرية بنت الحارث، ودي كانت ضمن سبي غزو بني المصطلق، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما لها ولأهلها. زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب بنت خزيمة، ولا من السيدة صفية بنت حيي، طب ولا زينب بنت جحش اللي هم وقفوا عندها شوية كده، ولا أصل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب السيدة زينب بنت جحش، لما زينب بنت جحش كانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عم التي تزوجت أسامة بن زيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليها أن تتزوجه رفضت، ونزل القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله. شوف الكلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فتزوجت. لكن كان إيه المقصد من الزواج؟ خليني أقول لكم المقصد من الزواج، بس أخذ أخونا الأستاذ عطية من سوهاج. نعم، السلام عليكم. طيب، انقطع صح. هنا اللي حصل إيه؟ إن التبني كان موجود قبل الإسلام، موضوع مفتوح، إن أي واحد يجيب واحد تبناه ويبقى ابنه ويرثه كل حاجة. فأراد الإسلام أن يقضي على هذه الظاهرة. ده كلام حضراتكم عارفينه، لكن اللي أنت ما تعرفوش بقى لما تتأمل في نصوص الآية، لما ربنا يقول إيه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. بص بقى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال لك والله النبي كان بيخفي في نفسه حبه للسيدة زينب. ده كلامكم قالوا، كل كلامكم كده قالوا. والنص عندنا من القرآن، احنا عندنا دليل من القرآن على ان النبي كان بيحب السيدة زينب وهي متجوزة أسامة ابنه في التبني.
عندكم نص؟ عندنا نص. فين النص؟ قالوا وتخفي في نفسك فالله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. والله أمركم عجيب. طب ما إيه اللي ربنا أبداه؟ تخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه هو اللي ربنا بيبديه؟ هل ربنا أبدى أو أظهر لنا أن هناك علاقة حب كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زينب حينما كانت مع أسامة بن زيد؟ القرآن قال كده. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه اللي كان يخفيه في نفسه؟ أن الله عز وجل أراد أن يقضي على مسألة التبني الموجودة بين العرب. خلاص حب يقضيها كده على التبني اللي موجود ما بين العرب. طب ولما يحصل القضاء على التبني بين العرب قال له طب نحلها ازاي؟ قال لك ما هو ما كانش ينفع يتجوز زوجة ابنه في التبني. طب ايه الحل؟ قال لك خلاص يبقى انت يبقى زينب هتتزوج أسامة وبعد كده تطلق من أسامة وبعد كده انت تتزوجها. موضوع صعب قوي. شوف بقى وإذ تقول للذي أنعم، مع إن الآية جت في الأول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم. جه الأمر نفذت. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج. يجي يشتكي له يقول له يا أخي امسك عليك زوج واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها، أو ده بقى اللي ربنا أبداه وأظهره لنا، وطرا زوجناكها. ليه بقى؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. لكي لا يكون، لم التعليل، تعليل واضح. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يبقى الأمر اللي جه ولا اللي صدر في زواج سيدة زينب كان هو ده مقصده. إذن المستشرقين حاولوا أن يدسوا السم في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن ينزعوا ثقة المسلمين في رسولهم صلى الله عليه وسلم، وحاولوا أن يظهروا أمورا عديدة جدا. طيب ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا الشيخ، نعم. واحد وقع في الفاحشة غصب عنه الشيطان. عايزة أعرف كفارة في الدين عشان ربنا يغفر له ويسامحه. طيب حاضر. ربنا سبحانه وتعالى أمر من فعل ذلك. هنقول الجانب الشرعي في المسألة. الذي ارتكب الفاحشة إن كان محصنا رجم بشرط أن يطلع عليه 4 أثناء بتاعه. الكلام ده خلينا دلوقتي ننحيه جانبا، وخلينا نقول إيه حل المشكلة دي. الذي يرتكب الفاحشة عليه أولا أن يقلع عن هذه الفاحشة، أن يهجر موطن الفاحشة. طب اكتبي أن يقلع عن المعصية، يعني يتركها بالكلية. أن يهجر موطن المعصية، لو تقدر أو يقدر أن يترك المكان اللي ساكن فيه لمكان آخر لا بأس. طب إذا لا يتمكن ويعيش في وسط أسرة، يهجر الشخص الذي فعل معه ذلك هجرا تاما. قد يكون قريب، قد يكون دخيل على البيت، قد يكون كذا، قد يكون كذا. يبقى فيه هجر تام لهذه المسألة. يبقى الإقلاع عن المعصية، هجر موطن المعصية، إما أن يكون في الشخص وإما أن يكون في المال في المكان. كثرة الذكر والاستغفار، كثرة الذكر والاستغفار، قيام الليل، الاستعانة بالسنن والصيام. انك تستعين بالسنن وبالصيام عشان ننسى الموضوع ده خالص. الأمر السادس نسيان هذا الأمر نسيانا تاما. خلاص اقفل الباب ده خالص. الصفحة دي اتقفلت واتنست تمام. يجي الشيطان يقعد بقى